يعطيك الصحة زميلتنا سنة بن ساسي على الروبورتاج اللي قدمته لنا. دايوغ كل مرة باش نلقاو نوع هذا من الروبورتاجات معناتها موجود مع نفس الزميلة باش تحاول تقدم لنا لي سونتر نتاع التكوين المهني في تونس ونفسروا في شنو الخدمات اللي قاعدين يقدموا فيها. دونك واحنا مازلنا ماشيين في الثنيه هذه، اما من اونجل دو فيزي اخرى بحث لنا سي حسيب الجريدي رئيس وحده المبيت والمطعم بقمرت. اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك، شكرا لك على الاستضافه. شكرا على الحضور، ميرسي بوكو. وبحث لنا زاد صالح جرين، هو متكون في وحده المبيت والمطعم بأريان. مرحبا. عايشك الصحه. ميرسي بوكو. دونك احنا باش نحكيو، ماناش باش نحكيو لا على فورماسيون ولا باش نحكيو على حتى شيء، باش نحكيو على ايام المسرح التونسي. ايام المسرح التونسي اللي بتصير معناتها من لو 17 حتى تكشي لو 22 نوفمبر جو بونس في مؤسسات نتاعكم. دونك شنو الحكايه والتخوازيام اديسيون يظهر لي هذايا. دونك منين بدات الفكره؟ أيام المسرح التونسي في أوساط شباب التكوين المهني الدورة الثالثة هي تظاهرة معناها بالشراكة بين مؤسسات التكوين المهني والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانا. السنة الشراكة توسعت في الدورة الثالثة وشملت مركز الفنون الدرامية والركحية أريانا ومركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل التضامن، وحدة المبيت والمطعم أريانا ووحدة المبيت والمطعم بقمرت. أيضا السنة البرمجة شملت 3 مجالات أساسية: مجال التكوين مش التكوين التقني اللي تعمله الوكالة، التكوين المسرحي مع الأستاذة وفاة طبوبي. داكور. وأيضا سي مراد الغرسلي. معناها 2 دورات تكوينية، الأولى في مركز التضامن والثانية في وحدة المبيت والمطعم بأريانا. 4 مسرحيات تعدوا وبحضور مكثف جدا معنا في اوساط الشباب. هي ربيه سي صبيت لي صبر الكل بشوي خلي نفهم انا باش انكم توصلوا تعملوا الدوره الثالثه، نوصلوا للدوره الثالثه ساعه قبل كل شيء. نحب نفهم كيفاش جات الفكره معناتها باش انه نعملوا المسرح في معناتها الشبان التكوين المهني، شنو الخصوصيه نتاع المسرح بارابور للفنون الاخرى مثلا، وشنو هو الاقبال الكبير اللي لقيتوه باش وصل معناتها شنو اللي يميز شنو اللي خلى يكون فما برشا اقبال اللي وصلتوا للدوره الثالثه وتوسعتوا عملتوا بارتنير جديد؟ باهي، بالنسبه للشراكه هذه اللي بديت نحكي عليها، لا احكي لي كيفاش بديتوا. بدينا بالمسرح. فكره المسرح كيفاش دخل في بدينا بالمسرح فعليا. على خاطر فما إشكالية كونه بنية تحتية للثقافة في ولاية أريانا ناقصة شوية، واحنا نلوجوا على الفضاءات وكيفاش باش نوصلوا أبو الفنون للشباب. كيفاش نجموا نبدو معناها نوصلوا للشباب من حيث الفنون. عملنا أيام المسرح التونسي، عملنا أيام السينما التونسية في وسط شباب التكوين المهني، عملنا ربيع الفنون معناها في نفس الإطار، عملنا في شهر التراث معناها أيام كيف ألعاب التراثية، برشا تظاهرات في إطار نفس الشراكة. أما اللي ينجح أكثر هو المسرح والسينما ديما ينجحوا، ديما ينجحوا. صالح المسرح والسينما وقال لك ديما يمشيوا. أنت وين لقيت روحك؟ مسرح؟ الحقيقة في المسرح، خاطر ليش المسرح اخترت انت حطيت قدامك برشا شوا وانت مشيت للمسرح؟ يعطيك الصحة. علاش مشيت للمسرح؟ علاش؟ خاطر كي تطلع سرسان نعرفش تحسك الطاقة السلبية الكل باش تخرجها سرسان، تحس روحك متفرهد تلمو. ما نعرفش تخليك تتقمص أي دور تحب عليه، أي دور يجي على مخك تخليك تتقمصه وبالك مرتاح، خاطر الطاقة ضميرك مرتاح. حتى كي الدواعي تشريه مش مشكل، سي با غراف من اللباس هذاك جوست المسرح. خاطر الطاقة السلبية كل تخرج وقتها سيرسين، تخرج بالرسمي. دونك انت حسب ما فهمت من كلامك حد نو تابوسي بوغ الي دلافون، حد ما قال لك يلا فازي نرميك في الوراق. يعطيك الصحة. انت بطبيعتك حاضر خلقه معناتها ماشي للمسرح. اي انسان باش يكون حاضر، اي انسان باش يكون حاضر. انا والله لا، انا واحده خوافه وجبانه معناتها ما نتصورش روحي نطلع سيغ سين، لازمها قلب حديد تحسها الحكايه.
نوعا ما. باهي شنو زادتك باهي الفورماسيون هذيا قداش قعدت فيها؟ قعدت فيها 3 سنين ولا؟ ماهيش والله الحقيقة أنا متفرع في برشا حاجات مش في حاجة واحدة. ماكش مركز، أي ما تتشتتلناش عايش خويا بالكش تولي نجم الصاعد القريب. ها؟ اما هاني قلت لك هي الفورماسيون اللي صارت اللي في الايفينمون هذه لمده 3 ايام شويه. واليوم الرابع هو عرض مخرجات الورشه. باهي هو 3 ايام، اما جو بونس اللي من بعديك اذا انت حسيت روحك بالحق مرتاح على الاخر في المسرح تنجم تمشي فما كلوب تلقى شي كلوب تمشي تشارك فيه. عملت هذا ولا ما عملتش؟ مازلت حد نزلت عايش. باهي شنو اللي يجلبك اكثر في المشاركه هذيا؟ شنو الحاجه اللي حسيتها فيك؟ شنو والا شنو الكوان اللي في روحك انت ما تعرفوش واكتشفته بالمسرح؟ الكوان اللي ما عرفتوش في روحي هو كي طلعت لقيت روحي فما عندي حاجه اخرى جديده اللي هي ما نعرفش انا تو مثلا الدور اللي تقمصتها انا في المسرحيه هذه انه ان شاء الله بعد عمر طويل امي توفت معناها. حول ولا قوه. هذه اول وحده بديت بها ربي يفضلها. هذه اول وحده ان شاء الله ربي يطول في عمرها والكل. الحقيقة تقمصت الدور ما نعرفش أنا بيدي استغربت كيفاش تقمصها خاطر تقمصها معناها. أي لعبت عطيته روح من الآخر. أي عطيت فيه اللي ما عندك الكل. سي حسيب التظاهرات هذيا ليزاكتيفيتي هذوما اللي يصيروا كل شنو الوقعه نتاعها اللي حسيتوا من بعد على المردوديه نتاع الاولاد نتاع التكوين المهني؟ هو اكيد بالنسبه للتفاعل هو في التفاعل كبير معناها مع التظاهره هذه ولا غيرها. احنا في الوكاله التونسيه للتكوين المهني عندنا معناها مجال كامل هو الحياه الجماعيه. الحياه الجماعيه بما فيها مهرجان نخلطوا له في اخر السنه التكوينيه يضم المبدعين من الشباب من مختلف المراكز ووحدات المبيت والمطعم، ويكون معناها مجال باش يعرضوا فيه منتوجات نتاع عام كامل معناها. بالنسبه للايام المسرح التونسي في اوساط الشباب التكوين المهني هي عباره على بيبينيير تخرج منها مدخل باش هما معناها بعد يبدعوا في بقيه السنه التكوينيه. دونك في المهرجان نلقوا المسرح، نلقوا السينما، نلقوا الرسم، فنون تشكيليه يعني الشعر، كل الاختصاصات الفنيه. اي نوع من انواع الفنون. باهي سي حسيب خاطر ساي باش نسكروا الحصه، جوست قول لي اللي يحب يعرف البروجرام نتاعكم والا نتاع ليزاكتيفيتي اللي تقدموها وين ينجم يتصل بكم؟ احنا على صفحتنا كما الناس الكل يعرفوا صفحه الوكاله التونسيه للتكوين المهني، والا وحده المبيت والمطعم باريانا، والا بقمرت المبيت والمطعم بقمرت. سي حسيب الجريدي رئيس وحده البيت والمطعم بأريانا، وصالح جرين متكون في وحدة البيت والمطعم بأريانا زاد كيف. ميرسي بوكو على حضوركم معنا، ان شاء الله بالتوفيق ليك، ان شاء الله نلقاوك نجم نهار اخر نتاع تمثيل، وانا نبوسكم برشا، نتلاقى معاكم ان شاء الله في ديكليك في فضاء الثانية مباشر نهار الاثنين، تلقاو أميرة في ديكليك في فضاء الثانية مباشر نهار الخميس. بوسات، باي باي.